وصفات الحلويات بتاعة رمضان بقى ملهاش حصر خالص، من جلاش لقطايف لكنافة. فتعالوا النهاردة نعمل مع بعض وصفة جلاش تحفة يا جماعة على الفرن. وهندي التشريبة بتاعتها باللبن مش بس عسل زي ما انتم ما شايفين، مش هنعمل شربات، وهتطلع معاكي مورقة جدا وكأنك بتاكلي فطيرة خالص، مش جلاش. اهم حاجة بقى بين الطبقة والطبقة لازم ندهن دهنة سمنة كده علشان الورق يطلع معانا مورق كأنك كده ايه بتاكلي فطيرة. فمحدش يقول لي بقى السمية كتيرة ولا حاجة، لا يا جماعة، الحلويات الشرقية بتحب السمنة. ولازم نديها كده مع كل ورقة للورقة رشة سمنة زي ما انتم ما شايفين كده علشان الورق يطلع معانا مورق. وممكن انتي هنا بقى تحطي اي حشو انتي تفضليه او تحبيه. انا هقفل سادة لان محدش عندي خالص بياكل المكسرات، فانا بحب اصلا اي حلويات تكون ساده، لا مكسرات ولا اي حاجه. بس وهنبدا بقى نقفل الورق اللي احنا ايه مطلعينه بره الصينيه، وهنديك من كل ورقه نطبقها دهن السمنه برضو علشان برضو يطلع معانا الورق مورق زي ما انتم ما شايفين. لما تستوي بقى وتيجي تطلعيها وتقطعيها تحس ان انت كده بتاكلي فطير مورق خالص، مع انك انت كده ايه عامله جلاش. ونكمل مع بعض بقى الفيديو هنا، ويا ريت نحط اللايك لو وصلنا لحد هنا وعجبك الفيديو. هنقفل بقى الاطراف بالسمنه زي ما انتم هتشوفيها ونسويها. وعلى البوتاجاز بقى هنسوي هنا على البوتاجاز يا جماعه على نار هاديه جدا. وطبعا الخطوه دي ما ينفعش ان انت تقعدي فيها، لازم تبقي واقفه وملاحظه الجلاش عشان ما يتحرقش منك على البوتاجاز. احنا تاني هنا ايه سوينا الجنب الاولاني، هنجيب طبق وهنقلبه بقى. بصوا يا جماعه اللون واخد لون تحفه جدا زي ما انتم ما شايفين على البوتاجاز اللون ده يا جماعه. هنجيب الصينيه وهندهنها برضو دهنة سمنه تاني وهنقلب فيها الجلاش، ولا والله فطيره، والله الفطيره بتاعت الجلاش. وهننزل برضو ايه بالجلاش بتاعنا في الصينيه عشان نساوي ايه الجنب التاني. وعايزه اقولك بقى هنا الصينيه سخنه، فعايزه اقولك الجنب التاني ده هيستوي اسرع من الجنب الاولاني لان هنا الصينيه سخنت، وايه مش هياخد نص المده بتاعت ايه الجنب الاولاني. عبال بقى ما تستوي على نار هاديه خالص يا جماعه نعمل التشريبه بتاعتها. معانا هنا كوبايه من اللبن، المج بتاع الشاي بتاعنا عادي، هننزل عليه بفانيليا، وهننزل ب3 أو 4 معالق سكر حسب الرغبه، انت بتحبي مسكر او مش مسكر. 4 معالق كده كفايه. وهنقلب بقى كويس جدا جدا، خلي السكر يدوب خالص ما يبقاش ايه لغاية تحت في قعر الكوباية. وهو كده الجلاش بتاعنا يا دوبك بقى ابتدى ياخد اللون وهو سخن وهو على النار. هننزل بقى باللبن يا جماعة زي ما انتم ما شايفين. عايزه اقول لك تحفة جدا التشريبة دي، احلى 100 مرة من العسل اللي احنا بنعمله او الشربات. او بص بصراحة دي طعم ودي طعم، دي كده كأنك بتاكل فطيرة جميلة جدا مورقة بالسكر واللبن يا جماعة، تحفة جربيها. احنا هنا هننزل باللبن تدريجيا، مش هندلق المج مرة واحدة. وبص هنغطي بقى عليها والنار شامعة لغاية اللبن ده ما يتشرب نهائي. وبعد كده بقى نشيله ونقطعه. شايفة يا جماعة لا شكلها ولا لونها ولا ريحتها ولا والله العظيم طعمها تحفة تحفة خرافي. جربي الطريقة دي. بصي بقى ما انتش عارفة بتاكلي جلاش ولا انت عارفة تاكلي فطير. انا بصي يعني هو ميكس بين الاتنين فعلا. الناس فعلا اللي مش عايزه تعمل فطير ومش حابه، هاتي ورقه الجلاش واعمليها بالطريقه دي، انت فعلا كانك بتاكلي فطيره مورقه بالسكر واللبن. تحفه جدا يا جماعه، جربوها وشوفي الطبقات وشوفي التوريقات بتاعتها. وما ننساش بقى نحط اللايك، ولو الفيديو عجبكم ما نبخلش علينا باللايك زي ما انتم ما شايفين. ونكمل بقى الفيديو للنهاية. شايفين الطبقات بتاعة التوريقة يا جماعة تحفة تحفة تحفة. ونكون خلصنا مع بعض الفيديو كده، واشوفكم حبايبي في فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.